القديسة مريم الحبيسة للناسكة. وقد كان والدها من أشراف مدينة الإسكندرية، وطلبها كثيرون من أبناء عظماء المدينة للزواج فلم تقبل. ولما توفي والدها وزعت كل ما تركه لها على الفقراء والمساكين، واحتفظت بجزء يسير منه، ثم دخلت أحد أديرة العذارى التي بظاهر الإسكندرية، ولبست ثوب للرهبنة، وأجهدت نفسها بعبادات كثيرة مدة 15 سنة. ثم لبست الإسكيمة المقدسة، واتخذت لها ثوبا من الشعر، ثم استأذنت رئيسة الدير، وحبست نفسها في قلايتها، وأغلقت بابها عليها، وفتحت فيها طاقة صغيرة تتناول منها حاجتها. وقد قضت في هذه القلاية 22 سنة، كانت تصوم خلالها يومين يومين، وفي أيام الأربعين المقدسة كانت تصوم وتفطر كل 3 أيام على قليل من البقول المبللة. وفي اليوم 11 من شهر طوبة طلبت قليلا من الماء المقدس، وغسلت يديها ووجهها، ثم تناولت من الأسرار الإلهية وشربت من الماء المقدس. ومرضت فلزمت فراشها إلى 21 من شهر طوبة، حيث تناولت الأسرار الإلهية أيضا، واستدعت الأم للرئيسة وبقية الأخوات، وودعتهن على أن يفتقدنها بعد 3 أيام. فلما كان اليوم 24 من شهر طوبة افتقدنها، فوجدنها قد تنيحت بسلام، فحملنها إلى الكنيسة، وبعد للصلاة عليها وضعنها مع أجساد العذارى القديسات. صلاتها تكون معنا، آمين. اذكروني في صلواتكم. مونجيسو.